القادم إلينا قافلة من منظمة الصحة العالمية محملة بعض المستلزمات وبعض المستهلكات الطبية وبعض التموينات الغذائية لمستشفى كمال عدوان، وكذلك تم إدخال كمية قليلة من الوقود، وكذلك تم منع الوفد الطبي القادم. وهذا الوفد بصراحة يعني هو الأهم بالنسبة لنا، كونه هذا الوفد يحوي أطباء ذات تخصصات جراحية، لأنه أغلب الإصابات الموجودة في مستشفى كمال عدوان يعني أغلبها تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل وليس إلى نقل في اليوم التالي أو الثالث. وبالتالي كنا قد ناشدنا قبل ذلك بمحاولة إدخال الوفود الطبية ذات التخصصات الجراحية لتتناسب مع طبيعة الإصابات التي تأتي إلى مستشفى كمال عدوان. طبعا شكرا على هذا الأمر الطيب وإن كان في القليل، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك المزيد، وأن يكون هناك موافقة لإدخال وفد طبي ذات تخصصات جراحية مهمة لمستشفى كمال عدوان. يا